ماذا جاء في القرآن؟ قال الله عز وجل: لا يأتيه الباطل عن القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الآية فيها فوائد كثيرة، منها محفوظ من التحريف والتناقض والتعارض والتضارب. مع بنقول الوهابية ما بتأول، طيب الآية عم بتقول عن القرآن من بين يديه، هل تثبت للقرآن يدين جارحتين؟ إذن لابد من التأويل. إذن هون من بين يديه، هل بيحملوها على الظاهر؟ لا. هل تتجرأ الوهابية وتقول القرآن له يدين جارحتين عضوين؟ إذن هي ملزمة بالتأويل. مزعيمنا الأعمى قبل الآن عندما أنكر التأويل وقال لا نؤول، نحمل الآيات المتشابهات على ظواهرها، قال له أحد المشايخ: ماذا تقول في قول الله عز وجل: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ قال له: إلا هذه الآية. ما هو أعمى، هذا زعيم أعمى. قال له: إلا هذه. ليش؟ لأنه إذا قال لا تؤول يكون شهد على نفسه أنه من الضالين الخاسرين في الدنيا والآخرة. قال هذه تؤول. واسمعوا معي بعد ما انتهينا منهم: إن قالوا لا نؤول الآيات على ظاهرها، قيل لهم: قال الله تعالى كما أخبرنا في القرآن أن المسيح قال له: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأنتم تقولون على الظاهر بلا تأويل، والله قال: كل نفس ذائقة الموت. فقد حكمتم على الله بالموت أيها الجهلاء، فقد حكمتم على الله بالموت أيها المجسمة، أيها المشبهة، يا من شتمتم الخالق، يا من شتمتم الذي خلقكم وأوجدكم. هن بيقولوا ما بنأول على الظاهر، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهو قال: كل نفس ذائقة الموت. هل هذا يقبل أن يكون على الظاهر؟ لا. إذن شو معنى تعلم ما في نفسي؟ تعلم ما في نفسي قول المسيح عليه الصلاة والسلام لله عز وجل: تعلم ما في نفسي، ما في سري، ولا أعلم ما في نفسك، أي ولا أعلم ما في علمك مما أخفيت عني. هذا معنى الآية. هن قالوا لا، النفس يعني على الظاهر، يعني على زعم الله يموت. وإن قالوا على الظاهر له نفس، قيل لهم: زعمتم أن الله كالورقة أو كاللوح أو كالجدار الذي يكتب عليه. كيف هذا؟ هو قال في القرآن: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هل بزعمكم الله ورقة لوح وكتب على نفسه كلمة الرحمة؟ لا. إذن لابد من التأويل. الله صفاته أزلية أبدية، يخبرنا أنه رحيم رحمن. مش معناته الله ورقة وكتب عليها الرحمة. شو معناته كتب ربكم على نفسه؟ إذا قالوا ما بنأول، كتب على نفسه على زعمهم، وهذا كفر إذا قالوا على الظاهر. وإن قالوا على الظاهر بلا تأويل، قيل لهم: أيها المجسمة، زعمتم أن الله في ذاته كلاب وحمير وبقر وبشر وسفينة. كيف؟ إذا قالوا بلا تأويل فما يقولون في قول الله
عن سفينة نوح تجري بأعيننا. السفينة مش كان فيها بهائم؟ بلى، وفيها بشر. الله قال عن سفينة نوح والذي كان فيها بهائم من كل زوجين اثنين من البهائم، وقال تجري بأعيننا. فهل يزعمون أن الله له أعين متعددة كثيرة والسفينة فيها في داخل ذاته على الظاهر والحقيقة؟ شو بدهم يقولوا؟ إذن لابد من التأويل، إذن يلزمون بالتأويل. وإن قالوا لا نؤول قيل لهم ماذا تقولون في قول الله لموسى ولتصنع على عيني؟ ولتصنع على عيني. هل يزعمون أن الله له جارحة حدقة وموسى هنا عليها ولتصنع على عيني على زعمهم؟ ما هذا الكفر؟ إذن ما معنى ولتصنع على عيني؟ على حفظي وعنايتي. ما معنى تجري بأعيننا؟ بحفظنا لها، بعنايتنا لها. هذه السفينة كانت محفوظة بمشيئة الله، بعناية الله. نقطة المطر التي كانت تنزل في ذلك الوقت كالجبل، النقطة كانت هذه السفينة تجري بهم في موج كالجبال كما ورد في القرآن، في موج كالجبال. من الذي حفظها؟ هذا معناته بعنايتي، بحفظي لها، برعايتي لها. هذا معنى تجري بأعيننا، هذا معنى تجري بأعيننا. وماذا يقولون في قول الله تعالى في توبيخ إبليس؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أن الله باشر الماء والتراب الذي خلق منه آدم فباشره وعجنه وخلطه. إذن فقد جوزوا عليه الآلات والجوارح، وهو يقول ليس كمثله شيء. شو معنى بيدي؟ بعنايتي. آدم خلق بعناية من الله، هذا معناه. هل لهم مهرب من التأويل؟ لا مهرب لهم. إذن هم مجسمة مشبهة، نسبوا لله المكان والشكل والصورة والأعضاء، ووقعوا في التناقض والتضارب والتعارض، والله يقول ليس كمثله شيء. قال ابن بطال. مين هذا ابن بطال؟ أحد شراح البخاري، ويكثر الحافظ ابن حجر النقل عنه. ابن حجر العسقلاني الحافظ بينقل عنه كتير. إذا بتلاحظوا بفتح الباري بيقول قال ابن بطال، قال ابن بطال، قال ابن بطال، كتير بينقل عنه. هذا ابن بطال كان قبل الحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو أحد شراح البخاري. في شرحه على صحيح البخاري هذا ابن بطال ماذا يقول؟ اسمعوا هذه العبارة واحفظوها وشدوا عليها وابقوا على ذكر منها لأنها مفيدة جدا. قال يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها. شوفوا قد ايه مختصرة العبارة، بس قد ايه مفيدة. معناته كل الآيات المتشابهات تصرف عن ظاهرها، لا تحمل على ظاهرها، وكل الأحاديث المتشابهة تصرف عن ظاهرها. اسمعوا ماذا قال؟ يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها. ليش؟ اسمعوا. قال سيدنا الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأرضاه: صونوا عقائدكم. شو يعني صونوا؟ احفظوها. صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر، انتبه، بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. الله أكبر.
سيدنا الرفاعي عم بيقول فإن ذلك من أصول الكفر. شو يعني من أصول الكفر؟ موصل وموقع في الكفر. يعني سيدنا أحمد عم بيقول حمل الآيات المتشابهات على الظاهر كفر. شو يعني حمل الأحاديث المتشابهة على الظاهر كفر؟ فعم بيقول صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر. والوهابية حملت الآيات المتشابهات على ظواهرها وحملت الأحاديث المتشابهة على ظاهرها، فوقعت في التشبيه والتجسيم والتناقض والتضارب والتعارض، ووقعت في الكفر.